برحب بكل مشاهدينا ومشاهدي بيت العيلة في ثاني الفقرات وآخرها، والحديث فيها عن تقييم أداء الحكومة وهل لبت احتياجات المواطن والشارع المصري أم لا. الحقيقة كل الناس كان عندها اعتقاد بعد ثورتين إنه أداء الحكومة يبقى أداء مغاير، يبقى يعني كل حاجة تبان بسرعة بالشكل الدارج أو البلدي على أرض الواقع، يحسوا إن في نوع من أنواع التغير. بيقيسوه اوقات بالامن، اوقات بالاقتصاد، اوقات بغلاء الاسعار. ده المواطن البسيط بيقيس اداء الحكومه بهذا الشكل، لكن اكيد هيبقى في يعني تقييم اكثر عمقا يقدر يقول الحكومه ما لها وما عليها بعد ارث صعب من 30 عام وبعد ثورتين. هل ممكن تكون قدرت الحكومه انها تحقق متطلبات واحتياجات الناس؟ هل الناس راضيه ولا لا؟ هنعرف كل ده، لكن خلونا في البدايه نرحب بضيفنا ونفتح معاه هذا الملف الهام. خلونا نرحب بالاستاذ يوسف السيد، مدير تحرير جريده الجمهوريه. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. معانا، ربنا يخليك وحضرتك طيب. الله يخليك. شايف اداء الحكومه ازاي؟ وانا اعتقد منك الصراحه يعني كلنا عندنا امل ورغبه واحنا معاهم وممكن نساندهم، لكن لحد وقت معين مش هنفضل نساندهم الى ابد الابدين، وبعدين ترجع الناس تكتوي بالاسعار وتكتوي بالزحام المرور والمشكلات العديده اللي كانت وما زالت وفي اعتقاد البعض انها ستظل لفتره طويله. هو بدايه بس اسمح لي اعبر عن حزني اولا لفقدان أيقونة الحرية وأيقونة الثورات في أفريقيا وفي العالم الثالث نيلسون مانديلا. فأنا حزين جدا على فقدان هذا الرجل الذي كان رمزا للحرية والثورات. النقطة الثانية نقطة سعادة شوية، إن أنا على مستوى الشخصي في جريدة الجمهورية بكرة عيد ميلاد ال60. كل سنة وأنت طيب والجمهورية طيب. الله يخليك. ومنطلقا من ده إن الجمهورية كما صدرت أيام الرئيس جمال عبد الناصر طلعت علشان تبقى لسان حال الثورة ولسان حال مرحلة جديدة. فأنا بعتقد انطلاقا من هذا المنحى أنا هبدأ أقيم حكومة الدكتور الببلاوي اللي هي برضه المفروض حكومة ثورة أو حكومة ثورة 30 يونيو بالتحديد. وإذا كان البعض بيفصل الثورتين، أنا ما بفصلش ثورتين. 30 يونيو هي موجة ثورية ثانية من 25 يناير أو ثورة ثانية مش على 25 يناير ولكن امتداد لثورة 25 يناير. انطلاقا من ده كنا الوزارة دي هي الوزارة الأكثر حظا وأكثر دعما جماهيريا كانت المفروض تستفيد بيه، لأن الجماهير كلها كانت وراها من إجابتها رغم اعتراضنا على معظم يعني بعض الوزراء الحكومة، لأن احنا يعني حسينا أنها حكومة عواجيز مش حكومة ثورة أبدا من البداية. حكومة الثورة ليها مواصفات؟ إن أولا إنها تبقى مؤمنة أساسا بالثورة، فكر ثورة ليس مرتبط يعني إن يبقى 25 سنة و30 سنة، لكن يبقى مؤمن تماما بفكر الثورة. شايف إن كبار السن فكرهم الثوري بيبقى قليل؟ بيبقى قليل جدا، بيبقى قليل. وبعدين قلنا طب بلاش ده، يبقوا حكومة تكنوقراط كويسين. وده الامل بغض النظر عن الانتماءات السياسيه، نركن الانتماءات السياسيه ونشتغل كحكومه تكنوقراط. احنا اكتشفنا بعد مرور الوقت ان انها حكومه مرتعشه الايدي. القرارات عندها بطيئه جدا، بيطلع القرار بعد يعني طلوع الروح وبعد الناس ما تكون فقدت الحماس في الدعم بتاعها. المبررات في هذه النقطه مقبوله ولا لا؟ فكره انه جايين بعد 30 سنه وارث ثقيل، فكره انهم مش عارفين هم قاعدين قد ايه، وبالطبع الحكومه هتتغير بعد اقرار البرلمان والانتهاء من الدستور والانتخابات الرئاسيه، فهم عارفين انهم مش قاعدين، فبرضه مش قادرين ياخدوا قرارات يعني قد تكون طويلة الأجل على حد قولهم في كثير من الأحوال. أبشع حاجة وأبشع خطأ إن الناس تتعامل بأنها حكومة عمال تراحيل، إنها يوم بيوم بتشتغل. لا، إحنا بقى جايين بعد ثورة المفروض بنشتغل سواء بقى أنا اللي كملت المرحلة أو غيري جه كمل المرحلة. واخد بال حضرتك؟ يعني بداية أنا كنت أتمنى أن الحكومة دي من أول يوم تيجي تدعو لمؤتمر اقتصادي موسع، كل خبرات مصر الاقتصادية تيجي تحط خريطة طريق اقتصادية، سواء كانت على 5 سنين 10 سنين يعني محددة، خطة قصيرة الأجل، خطة متوسطة الأجل، خطة سريعة الأجل، يجي بقى ينفذها أي حكومة تاني بعد كده، لأن اللي وضعها خبراء مصر الاقتصاديين. ما عملتش الكلام ده. مشابهة لحكومة تانية جت بعد ثورة 25 يناير بتاع الدكتور عصام شرف؟
كنا متوسمين فيها في مناخ ثوري انها تقوم الدنيا وما تقعدهاش، وكنا متخيلين ان هم عندهم قدره، بعد الناس ما كان عندها رغبه كبيره قوي في التغيير، بعد الناس ما كان عندها شعور لا نهائي بالانتماء، بعد الناس ما كانت بتكنس الشوارع بايديها انه لما حد يطلب منهم طلب ولا يعمل مشروع قومي انه المصريين دول ممكن يتحدوا العالم كله. للاسف الحكومات تعاملت معانا زي ما الجمله الشهيره اللي قالها احمد شفيق زمان، وقال ان احنا ندي للثوار شويه بنبوني وهيروحوا بيوتهم. فالناس تعاملت مع الثوره وتعاملت مع الناس انها بشكل بطيء جدا، موتهم بالبطء، موتهم بالكسل، موتهم بالجمود، موت الاحاسيس المتفجره اللي حضرتك بتقولها ديت بالجمود والبطء والتكاسل. فانا الاثنين اصابونا، لكن انا حكومه الدكتور الببلاوي كان المفروض خبير اقتصادي وغيره وغيره. لو انت ناقشت مجموعه الخبرات الاقتصاديه في الحكومه نفسها هتلاقيها خبرات متضاده من مدارس اقتصاديه مختلفه، كل واحد له اتجاه مختلف. طب ازاي الاتجاهات دي هتطلع لي سياسه واحده ممكن هم يقوموا بيها او البلد تقوم بيها؟ ما هي فكره الحكومه التكنوقراط بنجيب الاكفأ في كل الأكفأ يعني طيب. لا يعني هقول لحضرتك دايما واحنا كفريق عمل، لو احنا دلوقتي فريق عمل وبنعد لهذا البرنامج، قبل ما بنطلع على الهوا ممكن تبقى في تناقض وجهات نظر واختلافات وغيره وغيره، لكن اول ما بنطلع على الهوا لازم كفريق عمل بيبقى خلاص ما دام اتفقنا على خطه عمل يبقى بنلتزم بالدفاع عنه. لكن هل يعقل ان انت وزير يطلع كل وزراء الحكومه في اي قرار او اي قانون يطلع من الحكومه يطلع وجهات نظر مختلفه امام الراي العام، فيبان قدام الراي العام انها حكومه ضعيفه، حكومه مشتته، وبالتالي هتطالب الناس تلتزم ازاي بقرار او قانون بتطلعه حكومه مختلفه الوزراء اللي فيها مختلفين. تعالى زي حضرتك ما قلت فكره الاسعار، المواطن العادي لا يهمه عفوا يعني لا يهمه دستور ولا انتخابات برلمانيه، ولا هو شايف الاسعار عماله مولعه نار والفلوس بتاعته اما قعد من شغله او بياخد مرتبات قليله لا تتناسب مع حجم الاسعار. الحكومه عملت ايه؟ عملت حاجه مضحكه جدا، عملت تسعيره استرشاديه. اين هذه التسعيره الاسترشاديه حتى الان؟ والسؤال اذا كنت بتعمل تسعيره استرشاديه وبتقول انا لو التجار ما التزموش بيها انا هفرضها عليهم، انت عندك قوه تفرض هذه التسعيره؟ طبعا. فاذا كان ما عندكش قوه تفرض هذه التسعيره ليه بتضعف نفسك كحكومه انك تقول لا في تسعيره وانا هفرضها وغيره وغيره؟ يعني اولا انك انت تعرف مصادر قوتك، علشان مصادر القوه دي اي قرار او اي قانون انت هتطلعه تبقى هل هتلتزم بتنفيذ هذا القانون ولا هتبان ضعيف قدام الناس؟ اما تيجي تقول لي قانون التظاهر، قانون التظاهر رغم اختلافي انا مختلف بين قوسين مع اشياء كثيره في هذا القانون، لكن لما يجي يطلع لابد من تنفيذه، لان انت خلاص انت المفروض قعدت التزمت وقعدت فكرت ولقيت ان الحل اللي عندك كحكومه ان البلد تمشي وغيره وغيره تعمل قانون التظاهر. ما يطلعلكش وزير واثنين وثلاثه يقول لك لا احنا ضد قانون التظاهر، ما يطلعلكش قانون لما يجي حل جماعه الاخوان المسلمين واعتبارها جماعه ارهابيه يقعد وقت كبير جدا عشان تبدا تنفذ حكم قضائي بحل هذه الجمعيه. واخد بال حضرتك؟ هذه الاشياء بتدي اثار سلبيه في الشارع المصري. اما تيجي في ازمه زي ازمه انابيب البوتاجاز، طبعا هذه الازمه ازمه مرحليه وكل سنه من ايام مبارك لحد دلوقتي بتعدي المرحله، لكن انت مادام انت عرفت المشكله دي قبل كده انت المفروض تبقى حاطط سيناريوهات لحل هذه المشكله علشان ما تحصلش هذه المشكله. مشكله الامن، المرور اللي في الشوارع، انا اعرف طبعا ان هناك بعض محاولات من الاخوان المسلمين لعرقله الشوارع وحركات المرور، يجي عربيه تعطل في على مطلع كوبري فالكوبري كله يعطل وهذه الحركات، لكن لابد انت كأمن لابد ان تتعامل بحسم مع هذه القضايا. وحتى لما تيجي تقرر ان انت تنظم المرور وتعمل حملات مروريه، انا امبارح من بيتنا لغايه هنا عديت على 4 كماين اقف فيهم عشان يشوفوا الرخص. 4 كماين اقف في كل كمين نص ساعه، اجي من بيتنا للتلفزيون في ساعتين ونص. انت كده بتنظم المرور ولا بتعطله؟ برضه مين قال لهم المنطق الكونسبت المفهوم ده؟ هم جابوه منين برضه يعني؟ ما انا بقول لحضرتك، فانت زي احيانا زي ما كنا بنتهم حكومه الدكتور مرسي الرئيس السابق بالغباء السياسي، فأنا أحيانا بتهم هذه الحكومة برضو ببعض الملامح اللي هي بتدي غباء سياسي، رغم إني بقول لك كانت مدعومة بدعم شعبي كبير جدا. تعال أقول لحضرتك حاجة ملحوظة كده، لما يجي الدكتور الدميري مع احترامي وتقديري ليه أقيل أو استقال عقب كارثة كبيرة جدا حادثة القطار أيام حسني مبارك، أقوم أنا أجيبه دلوقتي تاني؟ يعني أجيبه تاني يعني أنت حصل برضه مشكلة للقطر تاني
عفوا يعني انا مدرك تماما ان المزلقانات القطارات فيها مشاكل، والقطارات ودي يعني ميراث صعب وميراث مر وغيره وغيره، واي مشكله دلوقتي اي وزير برضه هيبقى مشكله، ان هو مش هو اللي هيمنع اي هذه الكوارث، لان المزلقانات كلها محتاجه فلوس عشان تتظبط، والدنيا محتاجه فلوس عشان، انا مدرك ده. لكن في حاله من حالات الاستفزاز، اذا كان واحد طالع بمشكله اجيبه تاني، وبعدين تعالى بقى جوه الوزاره نفسها، ماذا انتجت قد ايه بعد الفتره اللي فاتت دي؟ النظافه في الشوارع نفس المشكله ما زالت، المرور نفس المشكله في الشارع، انت معتمد كمان على منح وقروض، المنح لن تستمر الى ما لا نهايه. حتى اللي اعطونا هذه المنح قالوا صراحه يعني. احنا خلاص بقى عهد العواطف انتهى، الستينات والسبعينات في العواطف واحنا اخوه واشقاء انتهى. واذا كان البعض في الدول العربيه بتساعد مصر برضو يعني شكرا لمساعدتهم، لكن برضو هم ما بيساعدوش مصر عشان سواد عيون المصريين، هم بيدافعوا عن مصالحهم، وبيدافعوا عن استقرار اوضاعهم وغيره وغيره، وليكن. لكن في النهايه هذه المنح لن تستمر كثيرا، يجب ادور عجله الانتاج. يعني تخيل حضرتك دلوقتي اما اجي الاقي حركه تجميل بتتعمل، فتيجي ارصفه تتشال عشان تتحط ارصفه جديده، نفس نظام مبارك علشان تتسرق فلوس في بدل ما اعمل رصيف احط طوب جديد واحط بلاط جديد، طب ما اروح ادور مصنع من المصانع اللي واقفه دي. انت في حاجات مش محتاجه فقاقه ولا محتاجه اي حاجه، عندك مصانع ما بتشتغلش، مصانع قطاع عام محتاجه شويه ملايين عشان تشتغل، وانت عندك اموال في البنوك ودائع قاعده لا تستثمر. محتاجه فقاقه دي ان انا اتفق مع البنوك، بين البنوك والشركات، البنك يدور شركه بالودائع دي ويشغل عجلات الانتاج عشان العمال تشتغل، عشان تبقى في فلوس، عشان يطلعوا ياخدوا فلوس اخر الشهر، بدل ما الحكومه كل شهر دلوقتي بصعوبه شديده تظبط مرتبات الناس. هنقعد لحد امتى؟ وبعدين احنا ليه بنشتغل بالتوالي؟ الحكومات بتاعتنا الحكومه ليه بتشتغل بالتوالي؟ ليه جايه كانها حكومه عمال ترحيل بكره ماشيه، فاحنا بس يا دوبك نمشي يوم بيوم؟ لا، المفروض حكومه ثوره جايه تخطط لمستقبل مصر. خطط لمستقبل مصر من خلال ايه؟ مش من خلالهم هم، من خلال خبرات مصر المختلفه. تقدر تحكم على حكومه بعد قد ايه يا استاذ يسري وتقيم ادائها وتقول انه ادائها يستحق، مخيب للامال، محتاج تغيير مجموعه من الوزراء، محتاج تغيير الحكومه بالكامل؟ هقول لحضرتك حاجه. في مثلا عندنا يقول لك الجواب بيبان من ايه؟ من عنوانه. تخيل لو انت وزير، انا جبتك حضرتك الصبح وزير، اول حاجه بتعملها ايه؟ تبدا تدرس ملفاتك، وفي نفس الوقت بتبدا تشوف ايه الحاجات العاجله وايه الحاجات اللي بعد كده، وبعدين تبدا تنزل تعمل زيارات ميدانيه للمواقع بتاعتك، تشوف ايه المشاكل على ارض الواقع علشان التقارير اللي بتجيلك دي ما تبقاش مضروبه وغيره. كم وزير نزل لارض الواقع؟ كم وزير عمل مشاكل وقال بعد 100 يوم ولا 200 يوم انا والله يا جماعه جمعت الخبراء في التخصص بتاع السياحه، يجمع الخبراء بتوع الصناعه، يجمع خبراء الصناعه، اعملوا لي يا جماعه اقعدوا مع بعض مؤتمر 3 ايام ولا 4 ايام، طلعوا لي خطه عمل عاجله وسريعه لمده تتنفذ على طول عشان ادور عجلات الانتاج. مثلا لو انا في المصانع ادور عجلات الانتاج بسرعه، وبعدين خطه ثانيه ازاي اطور هذه المصانع، بعدين خطه ثالثه ازاي اضيف صناعات جديده لهذه المصانع. دي مش محتاجه فقاقه. انت دلوقتي لو انا وانت اعلاميين، لو انا الصبح جيت بعد 100 يوم لقيت وزير من الوزاره، وزير الصناعه مثلا، عمل مؤتمر موسع، جاب الخبرات الصناعيه، حطوا لي خريطه عمل، وبدا تشتغل المساله، مش هقول ان ده ناجح؟ طب لو هو قاعد بقى يقول ايه؟ احنا سوف نرفع مستوى التصنيع اللي مش عارف ايه، وسوف نرفع، عملنا ايه؟ الموضوع متعلق بالازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها مصر، ولا في ناس بتعمل زي ما بيقال من الفسيخ شربات؟ لو انا عندي استراتيجيه وعندي رؤيه واضحه، مهندس ابراهيم محلب باين عليه، باين هو مؤثر وباين حاجات عاملها، ويعني رغم ايه ان انا مع في الجانب الاخر اقول معلش عفوا، يعني اثر ابراهيم محلب ما ظهرش، يعني ما تحلش مشكله الاسكان، واخد بال حضرتك؟ يعني ما بقتش فيه شقق للايجار بمبلغ يتناسب مع اجور الناس، واخد بال حضرتك؟ ما اتحلتش المشكله ما اتحلتش، ما زالت المساكن زي ما هي، ما زالت كذا كذا. لكن انا احساسي ان هو بدا ينزل وبدا يشوف وبدا يحل، وبعدين لما تحصل مشكله صرف ولا مشكله مش عارف ايه في كفر الشيخ يروح بنفسه ويعتذر للناس ان في بلوعه مش عارف ايه، والناس تحس ان بقى الوزير منهم، مش وزير قاعد في مكتب مكيف جاي بيقضي يومين. على فكره المناصب لم تعد يعني لها بريقها،
مفيش اي منصب في مصر دلوقتي له هيبته وله قيمته، ومبقاش حد يسعى للمناصب بيسعى للمناصب. اذا دلوقتي اللي هيجي يشتغل لابد انه يشتغل، لابد ان الكل يدرك انه موظف لدى الشعب المصري باجر، مش جاي ياخد سلطه، مش جاي ياخد منصب، مش جاي ياخد هيبه، مش جاي ياخد وجاهه. انتهت الحدوته دي. وبعدين انا برضو بعذر الحكومه على الجانب الاخر ان فعلا بيعانوا. اولا ظروف صعبه، ظروف اقتصاديه صعبه، ظروف امن صعبه، ظروف استثمار ما فيش، مش عارف ايه، لكن الابشع من كده ان الناس مش عاوزه تشتغل. بس مش في اولويات يا استاذ؟ الناس مش عاوزه تشتغل. يعني المفترض ان انا عندي 5 ملفات هم الاكثر اهميه ابدا بيهم، وبعد كده يعني حضرتك بتتحدث عن ملف الاسكان مهم، لكن ده مش من الملفات اللي بتتحل بين العشاء وضحاها، لكن في حاجات بتتحل ممكن تتحل في شهر في شهرين. يعني انا المصانع المقفوله في العاشر من رمضان والمصانع القطاع الخاص دي ومصانع القطاع العام اللي هو يعني مصنع الحديد والصلب اللي عمله جمال عبد الناصر، احد القلاع الصناعيه في الشرق الاوسط اللي كانت دخلت مصر لمصاف الدول. لو كان مش المشروع كنت اتحطيت على مستوى الدول المتقدمه صناعيا. لما تيجي يطلع لي العمال دلوقتي مش بيقولوا احنا عاوزين نقبض، بيقولوا يا جماعه هاتوا لنا خامات عشان نشتغل، هاتوا لنا خامات عشان نشتغل. لما تجي لك مصانع القضاء ردها زي عمر افندي وزي الكتان وزي غزل شبين وبعض المصانع، لما تيجي حتى الان الحكومه لا تستطيع ان تدير هذه المصانع، تضخ فيها اموال. وانا قلت الحدوته عندي فلوس في البنوك يا جماعه، المساله مش محتاجه فقاقه خالص، لا محتاج منحه ولا محتاج مساعده ولا محتاج قرض، عندي فلوس في البنوك تريليون وكذا جنيه. طيب استغلها واعمل. اذا كان في حل بسيط الملكيه، لو انا عندي مصنع غزل شبين مش انا اديته لمستثمر خدوا تراب الفلوس، طب ايه المشكله ان ياخدوا بنك مصري، البنك الاهلي او البنك مصر، البنوك الوطنيه، وياخدوا ويضخ فيه فلوس ويشغل البتاع ويطور الالات الانتاج ويشغل المصنع، تشغل العمال وتجيب فلوس لمصر. ايه المشكله؟ انا طارح امبارح مشروع في الجمهوريه، هديه، مشروع قومي هديه للفريق السيسي. ببساطه شديده الفكره بتقوم على ايه؟ انك انت طبقا لقانون التجنيد ليكن في 1,000,000 واحد بيصيبهم الدور في التجنيد كل سنه. ال1,000,000 دول بتاخد منهم كام؟ بتاخد 100,000 او 200,000 للجيش، للقوات المسلحه، اما طبقا لاتفاقيه كامب ديفيد او اما لاحتياجاتك القتاليه، مش عاوز اكتر من 100,000 او غيره. طب والباقي بتعمل فيه ايه؟ بتقول له شكرا خد اعف. انا بقول له لا، خد ال100 او ال200 اللي انت عاوزهم دول من المؤهلات العليا اللي هم لما يستخدموا تكنولوجيا متقدمه في القوات المسلحه يعرفوا يستخدموها. لما توقف واحد قدام دبابه يعرف يستخدمها لما يبقى مؤهل عالي، غير لما تحط حد مؤهل متوسط او عادي. والمؤهلات المتوسطه او العاده اعمل جيش اسمه جيش وطني للتنميه. الجيش الوطني للتنميه تعمل فيه ايه؟ لو انا خدت النص مليون التانيين اللي انا بعفيهم هاخدهم استصلح بيهم اراضي. الجيش عنده امكانيات وعنده فلوسه، وانت عندك طاقه بشريه، نص مليون اهو جاي لك تستصلح بيه اراضي. هتنجح ولا مش هتنجح؟ كل سنه لو قضيت تضيف 1,000,000 فدان او 2 مليون فدان بال500 الف اللي عندك دول، هتبقى عبقري. اعمل معاهم حاجه موازيه. اولاد الشوارع، الناس اللي في الشوارع دول اكتر من 3-4 مليون واحد في الشوارع، قنابل موقوته تنفجر فينا في وسط في اي وقت، خدهم ضمهم لهذا الجيش الوطني للتنميه وخليهم يستصلحوا اراضي. وبعد السنه او 3 سنين بعد ما تنتهي فتره التجنيد دي بتاعت ده، ادي لده فدان او 2 فدان حق انتفاع. يبقى انت وفرت له فرصه عمل، بعد كده اديت له فدان او 2 من اللي استصلحهم وعرق فيهم، فعارف قيمه العرق بتاعهم ازاي. و2 فدان مش 10 فدادين، لان 2 فدان يقدر يشتغل فيه بدراعه، لكن 10 فدادين محتاج الات زراعيه وغيره وغيره، وده ما يتوفرش للافراد. وعندنا تجربه قبل كده تمليك الاراضي للشباب الخريجين وفشلت كلها واتباعت، لان مين اللي عنده ادوات زراعيه ل5 فدادين او 10 فدادين فتتباع؟ لا، خليه فدان او 2، وبعد ما يطلع من الجيش هياخد الفدان او 2، ياخد اسرته بيت صغير في قلبيها. انت كده شغلت ناس، ضفت كل سنه لا يقل عن 1,000,000 فدان. اللي هيجي يقول لي مفيش ميه، هقول له لا معلش، انت بتعمل نظام ري بالغمر انتهى من العالم كله. في التكنولوجيا للتنقيط، الرش بالتنقيط والرش والري بالتنقيط والرش وغيره، تكنولوجيا كبيره جدا لاستخدام الميه. واخد بال حضرتك؟
اقدر استفيد بالميه، اقدر استفيد بتكنولوجيا زراعيه، اعمل صناعات زراعيه على الزراعات ديت، اعمل توريد لزراعه، لا هحتاج استورد قمح ولا عندك اراضي محتاجه ترمي البذر بس، وعندك في الساحل الشمالي كله بالري بالسماء بالمطر تقدر تعمل قمح. المكان ده اللي كان سلة غذاء العالم في العصر الروماني. اذا عندك افكار كتيره جدا للناس تشتغل. دلوقتي هذا التراخي، حكومه العواجيز، حكومه الايدي المرتعشه، خلت الناس كلها يأست. الشباب المتفجر اللي حضرتك كنت بتقول عليه بيدهن الشوارع وبيكنس وبيعمل وعنده الطاقه الحيويه دي ان هو يعني يخش في الصخر، كل الناس يأست واحبطت، لاني اصبحت انا احيانا اشك ان هناك سياسه لاحباط الناس، سياسه لوقت الثوره دي. هل في ملفات تجد ان الوزاره يعني هذه الحكومه نجحت فيها او زي عوده الامن بعض الشيء؟ يعني انا امبارح مثلا وانا مروح من الجورنال الساعه 3 بالليل او 4 بالليل لما الاقي كمائن الشرطه موجوده، دي بتعيد الامن والطمانينه للناس بغض النظر. ودلوقتي ما بقوش على فكره التعنت اللي كان قبل كده، يعني بيتعاملوا بشياكه شديده جدا، ده بيعيد لي التفاؤل. وجود عسكري الشرطه في الشارع ما يخليش، لان انا وانت واحنا في الشارع لو حصل لي اي حاجه لا انا في ايدي سنجه ولا انت في ايدك مسدس، هلجأ لمين؟ هلجأ للشرطه. فلما تبقى موجوده هيدي نوع من الامان. فعلا الشرطه بدأت تنزل، محتاجه دعم صراحه من الناس شويه، وهم محتاجين يغيروا عقيدتهم في التعامل مع الناس بشكل اساسي. التغيير العقيده هل يبدا وهم بيدرسوا في الكليه، ولا يبدا وهم بيدرسوا في الكليه ويجب ان يعيد تاهيل الموجودين؟ لان هنعمل فيهم الاثنين يعني الاجيال الجديده اللي داخله في الكليه لازم اقول له في حقوق انسان، اللي انت اللي ممكن تعذبه ده او ممكن تبهدله ده اخوك او ابن عمك او غيره، انت لو خرجت من الشرطه ممكن تعامل بنفس المعامله وهكذا، واخد بال حضرتك؟ ده والموجود الان يجب ان تعمل له دورات، لان انت التزم بالقانون. وعلى فكره ده بعض النقاط المضيئه في الدستور، فيها نقاط مضيئه في هذه النقاط، لما بيقول مثلا ان منع الحبس لاكثر من 24 ساعه لابد ان هو يتقدم لجهه التحقيق خلال 24 ساعه، ويبقى قدام معاه محامي، واذا ما كانش محامي معاه ينتدب له محامي. دي كلها هتحد من السطوه اللي كانت موجوده. الانتهاء من الدستور شايفه نوع من النجاح لهذه الحكومه يكتب ليها او يحسب ليها؟ انا شايفه من عوامل الحكومه، لكن هي برضه بتضعفه. ازاي؟ يعني هل الانتهاء من الدستور ده مفاجاه للحكومه؟ مش مفاجاه للحكومه. طب لماذا لم تعد الحكومه عدتها منذ من ساعه ما جت ان الدستور ده هيخلص في شهر مثلا ديسمبر، 4 ديسمبر او 5 ديسمبر، يبقى الاستفتاء يوم 15 ديسمبر او الاستفتاء يوم 10 ديسمبر، بعد ما يخلص على طول، ما دام مش هيتعرض على حوار مجتمعي ويبقى مفيش مشكله، هيتسلم يوم 5 ديسمبر لرئيس الجمهوريه، يبقى يوم 10 الاستفتاء، وابدا اشتغل ازاي اجهز اللجان وازاي اعمل كل الاستعدادات كلها. الكلام ده اعمله من نوفمبر او من اكتوبر علشان لما ينتهي يخش. لكن انا اخلص الدستور 4 ديسمبر ولا 3 ديسمبر وبعدين يجي الاستفتاء في 4 يناير او 5 يناير، طب الشهر ده لصالح مين؟ التعطيل ده لصالح مين؟ يا حكومه الدكتور الببلاوي، هذا التعطيل لصالح مين؟ وبعدين بعد كده اخش تاني الانتخابات البرلمانيه، نقعد فتره كبيره جدا على الانتخابات البرلمانيه، وبعدين بعد كده الانتخابات الرئاسيه. طب ما نعمل الانتخابات البرلمانيه مع الانتخابات الرئاسيه في يوم واحد، وانا غاوي اصرف مئات الملايين من الجنيهات في كل عمليه استفتاء او عمليه انتخابات لصالح مين؟ يا جماعه مشكله مصر الان ليست رغم اهميتها ليست في الدستور وليست في الانتخابات البرلمانيه وليست في الانتخابات الرئاسيه، لكن في اداره عجله الانتاج، في الاستقرار اللي في مصر عشان نجيب استثمارات ونجيب غيره ونجيب غيره. ده اللي بنتمناه. حاولنا نقيم اداء الحكومه، ما زلنا مستمرين في دعمهم اذا ارادوا ان يدعموا الشعب المصري، ومستمرين في الحديث عنهم اذا حادوا عن الطريق وعن خارطه المستقبل. انا بشكرك كل الشكر، للاسف الوقت مر معاك سريعا زي ما بمر استاذ يسري، لكن سعدنا جدا بوجودك. استاذ يوسف السيد مدير تحرير جريده الجمهوريه، نراك على خير. شكرا جزيلا يا فندم، وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. شكرا ليك وشكرا لكل مشاهدينا على حسن متابعه حلقه النهارده. غدا باذن الله تعالى في مثل هذا الموعد لقاء متجدد، انتظرونا وتصبحوا على خير.